اقول لك على سر في الايفون، اقول لك على سر في الايفون. ايه هو؟ ايه اللي يخليك تشتري تليفون ايفون وانت ممكن تشتري اسهم في شركه ايفون؟ يعني ممكن السهم بكام؟ الايفون بكام؟ الايفون ممكن يخش له في 2000 دولار، يعني ب 2000 دولار كام؟ يعني 100000 جنيه مصري. فانت ممكن لا السهم التليفون ب 100000 جنيه مصري اللي هو 17. تمام؟ طب ليه تمسك ايفون لما انت ممكن تشتري سهم ب 312 دولار؟ كل ما تحب تجيب ايفون يعني ب 15000 جنيه السهم، 15000 جنيه مصري. هتجيب ايه؟ هتحول فلوسك بالدولار وبعد كده تشتري السهم. كده السهم بقى عندك هنا. فركز، الكلام ده مش وهم، الكلام ده حقيقه موجود على ارض الواقع بيحصل وناس كتير بتعمله. الموضوع ده يعني لازم تعمله. لو انت حابب تجيب تليفون ايفون وانت معاك حقه او معاك جزء منه ونفسك تجيبه بتحوش له، لا، كل ما تكون معاك المبلغ ده اشتري بيه السهم من الشركه اللي انت بتحب تجيب التليفون بتاعها. بدل ما تجيب سامسونج اشتري السهم بتاع سامسونج. بكره وبعده ربنا يكرمك. 10 سنين الشاب بقى ابو 16 سنه. انا ما بتدخلش في اي شخص قدي في السن او اكبر مني، لان اي شخص من دول قراراته من دماغه مستحيل تقنعه غير باللي هو شايفه صح. هو شايف كلامي صح يقتنع يتفضل. هو بيصير مقتنع. الراجل ده بيقول كلام زي الفل. لا انا عارف مين اللي هيقتنع بكلامه. ليه؟ ما انا مستنيه الشباب الصغيره تقتنع ان شاء الله. الشباب الصغيره